اهلا بيكم من تاني في حلقه جديده من حلقات ونس. انا سبتكم المره اللي فاتت والمفروض كده خلاص انتوا اتجوزتوا والحمد لله وقضيتوا كمان شهر العسل. في حاجه كده بتحصل للمتزوجين في اول سنه زواج وممكن تستمر سنتين 3 4 يعني، وتحديدا بعد كده ما اول شهر يعدي بتبتدي ترجع الحياه لمجراها الطبيعي، وهم انهم بيحسوا ان الموضوع ما كانش مستاهل كل الضجه اللي كانت عليه ده، ومفيش مخدات ريش بنرميها على بعض. وانتوا عارفين بقى المخدات الريش دلوقتي بكام؟ ولا في دقيقة بقى نرش على بعض في المطبخ، دي مش لاقي صحتها يعني، مرمية في الشارع عشان تنظف الدقيق من كل ركن في المطبخ. مش بس كده، التوقعات العالية اللي كنا راسمينها اكتشفت ان هي مش موجودة. وفي صدمة كمان، هي صدمة الرؤية عن قرب، ان اول ما تقفل عليها باب ويعيشوا مع بعض كده الامور بتختلف بقى، وبتعيشوا بقى بشكل واقعي بعيد عن الافلام. فبتشوفها هي صاحيه من النوم وهي قرفانه من الكوكب وكسلانه، وهي تشوفك وانت طالع من الحمام تغني وبليت الارض كلها في طريقك ورميت الفوطه في الصالون. وكمان ما بقيناش نحسس على الكلام يعني، محدش بقى عنده طاقه، بقوا يعني مفرهدين يعني، فمحدش فبتكلموا براحتهم. فطباعنا العاديه بتبدا تبان خلاص اللي كنا فيها في بيت اهلنا. بس على فكره الرؤيه عن قرب مش دايما حاجه وحشه في المطلق، بالعكس ممكن تكون حاجه حلوه جدا. ممكن ناخدها بمعنى جديد ومختلف. زي ايه مثلا؟ معناها انا مطمن وانا معاك، انا مأمن على نفسي وانا معاك، انا في حالة انكشاف تام قدامك بأسوأ عيوبي واحسن مميزاتي، بمخاوفي وامالي وضعفي وقوتي، عشان بحبك وبثق فيك. فالفترة دي مهمة جدا وكاشفة جدا، وعشان كده بتبدأ تظهر الاختلافات ما بيننا في تفاصيل احنا عمرنا ما كنا نتخيلها. لان خلاص بقى بدأنا نظهر حياتنا يعني حتى العادات اليومية البسيطة اللي بتظهر في حياتكم بتكون سبب اختلاف. عشان كده نعرف ان ده طبيعي جدا، في اول سنة سنتين بيكون فيه مشاكل كتير، فلازم نبدأ نتعامل بحكمة وصبر وعدم اندفاع. طيب ايه الحاجات اللي بتظهر؟ اول حاجة اختلافنا عن بعض كراجل وست من الاساس في الطباع والميل. فطبيعي ولازم تعرف ده ليه؟ لانك بتفهم نفسك وطبيعتك. 2، انت تستفيد من الاختلاف عشان تلبي احتياجات بعض. طب ايه بقى الاختلافات اللي بتأثر في علاقتنا كأزواج؟ اول اختلاف واول نقطة هو اختلاف الحافز اللي بيدفع الراجل وبيدفع الست لأي حاجة في الحياة. الحافز اللي بيحرك الراجل هو التقدير، بينما الحافز اللي بيحرك الست هو الحب. فلو الراجل حس انه اللي بيعمله غير مقدر ببساطة هيتوقف عنه، بالذات لان تركيزه الاكبر كراجل في العموم موجه ناحية نفسه، في حين الست بيحفزها الشعور بالحب. فلما تقدم الرعاية بتكون متوقعة انه يبادلها نفس الشيء وبنفس القدر، فلو ما عملش كده تحس ان هو مش بيحبها اصلا. وهنا بقى الست مش بتتوقف عن الرعاية زي الرجل. ليه؟ لان ده جزء من فطرتها اللي ربنا خلقها بيه، لكن بتبدأ تتكون جواها مشاعر سلبية وطاقة سلبية جدا، وممكن تكون مدمرة ليها ولحياتها. عشان كده دورك انك تطمنها انك هتفضل تحبها وتقدرها وترعاها دايما، وهي في المقابل كمان تديه التقدير وتمتن ليه باستمرار. الاختلاف التاني وهو اختلاف التعامل مع المشاكل والمشاعر السلبية. الست بتحب تفضفض وتحكي لما تكون متضايقة، وتحب انها تتسمع وتحس بتعاطف ودعم الطرف التاني، وغالبا ده بيكون كافي ومرضي ليها نفسيا. في المقابل الراجل لو هو متضايق عادة بيميل للعزلة، ممكن ياخد جنب، وممكن يحب يلعب بلاي ستيشن او يشغل ماتش كنوع من الفصلان يعني كده، يفصل عن المشكلة. طبعا هي مش بتستوعب كل ده بتحس ان هو مش بيثق فيها ومش بيحميها ومش بيحبها، وبتفكر ان هو بيفضل اللعب عليها. لكن الموضوع ببساطة مش محتاج يحكي والافضل انك تبقي فاهمة ده وتسيبي له مساحة. حاولي بس تريحيه وتقولي لو احتجت حاجة انا موجودة، وده كافي جدا جدا. ودي القاعدة العامة. في رجالة طبعا تحب تحكي، المهم تبقي عارفة طبيعة جوزك وتتعاملي مع الطبيعة دي من خلال معرفتك بيه يعني. كمان الست لما تكون محبطة ونفسيتها مش كويسة بتحتاج اهتمام ورعاية، فانت محتاج في الوقت ده تقرب لها وتقول لها انا معاكي، تحب اعمل لك ايه. في المقابل بقى الراجل لما يكون محبط مش محتاج ده، محتاج بس انه يحس بالثقة، تقول له انا واثقة فيك، انا مؤمنة بيك، وانت على طول دماغك توزن بلد،
وانا مطمنه وانا معاك. شايفين الفرق بقى؟ واحد من شبرا والتاني من الجيزه. يعني لو محبط وانت قدمتي له اهتمام ورعايه لانهم من وجهه نظرك ان دي الحاجه اللي انت محتاجاها، وقتها مش هيبقى احسن، بالعكس هيزهق منك لانه بيفضل المساحه الشخصيه، وفي نفس الوقت ما حصلش على الثقه اللي هو محتاجها. يمكن يعني انتوا كلكم تستهينوا بالحاجات دي وتبصوا على انها حاجات بسيطه ومش مهمه قوي، لكن في واقع الامر هي حاجات جوهريه جدا وبتفرق في علاقتكم مع بعض وبتحاول تنجحها، ولو ما عملتوهاش هتفتح بيبان كتير في الاختلافات بينكم وفي المشاكل. فعشان نفهم بعض بقى محتاجين حاجه بسيطه، تتفرجوا على كام حلقه من حلقات ونس، واشوفكم على خير في حلقه جديده من حلقات ونس. باي باي.